مسا ازيكم يا اصحابي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير. عاملين ايه؟ بصوا كده بقى، انا يومي يعني العصر بيأذن، اكيد انتوا سامعين. صحينا الصبح بدري قوي، خدت الولاد ونزلت بيهم عند الدكتور، وللاسف ما لقيتهوش، فخدت بعضي ورجعت تاني. طبعا اخد من وقت. قبل ما انزل كنت مطلعه كل البطاطين دي كده زي ما انتوا شايفين، وشايله الملايات كمان بتاعه السراير، حطيتها في الغساله بس ما شغلتش الغساله. فدلوقتي هدخل اشغلها معاكم، وتعالوا اوريكم جوه عايزين نعمل ايه برضو مع بعض. بصوا الاوضه، لميت الغسيل ده الصبح، حطيته كده. وبرده في اوضتي فيه غسيل، واوضتي بنفس المنظر. بس انا هعمل ايه؟ هعمل معاكم الاوضه دي دلوقتي. يعني هبقى شغاله هنا وشغاله جوه في الاتنين مع بعض. برضو الضرفه دي كل شويه بابا يربطها وهم يفكوها. لوجين هي اللي بتعمل الحركه دي على طول، ما اعرفش ليه. هو مش من ساعه ما اتنجد مش مربوط كويس، عايز مسامير تانية غير دي. ديزو بيساعدني اهوت، بيظبط اللي عايز يتظبط. المهم يلا بقى نسمو الله كده اهوت، وابدا اشوف هعمل ايه. كنت شغلت الغسالة ساعة لما عملت معاكم المقدمة، والغسالة الحمد لله خلصت. كمان خدت الهدوم اللي نزلنا بيها عند الدكتور، واللي غير حاجة بالمرة مع الملايات، ودي دورة وخلصت. مش هنشر دلوقتي، انا اهم حاجة عندي عايزة اخلص الغدا، وعايزة اخلص اوضة الولاد، وعندي غسيل ياما هقعد اطبقه معاكم برضو. و... وطبعا انا بتأخر بسبب ان كل شوية اشيل الانسة ليان بتعطلني. بصوا بتعمل ايه، بصوا بتتعارك مع ايه. طبعا سامعين العركة اللي ورايا قفشة في الغسيل. بعمل مكرونه، خلي بالكم هتلاقوا اكلاتنا كتير مكرونه عشان بتطلب كتير من الولاد ومن بابا. سلقه الدبابيس ديت هحمرها بالفيجيتار. عندي مواعين كتيره، قلت انا هخلصها مع نفسي. دي حاجات كان بابا جايبها لنا، وانا زودت حاجات وانا جايه النهارده كمان. بصوا جبت لهم ايه، كانوا طالبين جيلي. جبت علبتين جيلي، وجبت فيجيتار كريسبي، وفيجيتار بقسماط مطحون. ده فشار كانت جاينا عايزاه. بصي ده بقسماط بيقولوا له كريسبي كده، بجيب ربع وربع بخلطهم على بعض. الصينيه دي بتاعت المشروبات لا غنى عنها في البيت دلوقتي خالص. هسيبها بقى كده تتعارك، واسمي الله انا بقى، وابدا ان انا اشيل كل حاجاتي. طلعت الانسه ليان بره علشان اعرف اسجل لكم الصوت، لان انا خلاص انا تعبت. الصينيه ديت انا بعملها كده في الشتا، بفضل حطاها قدامي لان كل شويه اسخن الكتل واعمل لكل واحد حاجه. جبت بقى العلبة دي، حطيت فيها الكريسبي ده، ودقدقته شوية لاني لقيته يعني خشن اكتر، فاهمين قصدي؟ لا مش بنعمه قوي، بس في نفس يعني انا جايبه ناعم قوي اهو زي ما انتم شايفين. بس في نفس الوقت ايه برضو مش للدرجة. طبعا هي مش هاديه ومش ساكته، وانا يومي بيجري بسرعه. فحابه اشيلها، وحابه اعمل حاجه بايد واحده، وحابه اكلها، حابه انيمها، اغير لها. يعني خلاص اليوم بيضيع، ربنا يحميها يا رب. المهم إيه، حطيت والله انا سرحت، وصلت لحد فين. المهم يعني انا هفضي الحوض كله كده اهوت، لان المكرونه استوت وعايزه اصفيها. بفضلها الحوض خالص كده. وانا خلصت المواعين بقى مع نفسي، ودخلت على الاوضه، بدات ان انا اطبق. هي في الوقت ده كانت نامت بقى. مش بقول لكم بعمل حاجه واعمل لها شويه حاجه. عايزه تستحمى، عايزه تغير، مش عارفه ايه، عايزه تاكل. ربنا يحميهم يا رب. ابتديت بقى ان انا بعد ما اطبق الغسيل كله احط كل حاجه في مكانها، علشان عايزه افرش الاوض. كل ده وخلاص المغرب بيأذن. تخيلوا هتلاقوا الدنيا ضلمت معايا في الاوضه كمان وانا بخلصها. اخر فيديو نزلته كانت فرشه الملايات دي معاكم برضو. اخر فيديو من اللي هو كان من اللي هو نزل لكم اول واحد ده بعد ما رجعت القناه تاني. اخر فيديو كنت حطاه على القناه، كنت رافعاه خاص من 7 8 شهور كده. المهم انا خلصت المواعين زي ما شفتوا كده مع نفسي كلها اهي، وغسلت اللي عايز يتغسل من الفاكهه والحاجات دي. هنا متبل الدبابيس. المكرونه كانت خلصت معايا. بصوا بوريكم صينيه المشروبات بحبها. آه، هنا بصوا المكرونه خلاص خلصت اهي.
عامله مكرونه قلم كده اهوت، بحبها وهي صلصه. والحله ديت خلاص على كده، يعني انا بعد ما حمرت فيها الدبابيس صفيت الزيت بتاعها بقى كده خلاص، واديت لها غسله نظيفه. الاكل كان بيجهز وانا بخش اعمل حاجه في الاوضه، دخلت بقى كملت بقيه الكنس بتاع الاوضه عشان تبقى خلصت خالص، خلصتها وفرشتها وكمان اتغدينا وظبطنا امورنا، وقلت بقى اختم معاكم الفيديو. يا رب يكون فيديو لطيف خفيف على قلوبكم. ما تنسونيش باللايك يا بنات، يا اللي بتنسوا اللايك. بصوا المغرب اذنت والعيشه كمان بتاذن، وانا الحمد لله خلصت وخلصت. المهم وصلت لحد هنا، اوعي تنسي اللايك زي ما قلت لك، واستنوني في فيديو جديد باذن الله. واستودعتكم الله ولا اله الا الله، سيدنا محمد.